ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين. كيفكم صبايا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد. رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. متفقه انا ورفيقتي من قبل بيوم انه الصبح بكير نطلع على المول هيك نتفتى ناكل شي. الاولاد ما معنا بالمدرسه، فبعت الاولاد على المدرسه وبلشت اني البس، وبس نشرت الغسيلات وتركت كل شيء يعني مثل ما هو، حتى التخت ما ساويته للحق روح وارجع وساوي للولاد اكل قبل ما يجوا من المدرسه. هذا المول قريب علي تقريبا 10 دقايق بكون وصلت له. فبحبه كتير، هيك هادي رايق، ما في عجقة الصبح، صوت العصافير والمي كتير حلو بيهدي الاعصاب. حابين ميه دلوقتي؟ فتنا على هذا المطعم، القعدة تبعه كتير حلوة، الإطلالة تبعه بتجنن، في كمان لسه فوق الإطلالة أحلى، بس قالونا للساعة 1 لحتى يفتح القسم يلي فوق. ليك قعدنا تحت وكان الجو مناسب، يعني مغيمة الدنيا، الهوايات كتير حلوين. حتى في شماسي على كل طاولة. طلبنا فطور بالأول مع الشاي التركي، وبعده الفطور بعد ما فطرنا طلبنا قهوة تركية مع كنافة هيك بيجي على وشها بيحطوا بوظة وبقلبها جبنة، كتير كمان لذيذة وطيبة. بهذا اليوم نزلت مطر بتجنن وكان الجو خرافي. بعد ما رجعت على البيت سويت للولاد أكل وتغديتهم. طبعا ما صورت هي التفاصيل لأنه ما كان في وقت. من هون للمسا عندي هي اليقطينة صبايا، صار لي 16 سنة ما أكلت أكلة يقطين، كتير كتير مشتهية عليها تبع اللبن. ما بعرف إذا باقي البلدان بيساووها بهي الطريقة، بس أنا هي الطريقة كتير بحبها يعني. كانت ماما وتيتا يعملوها كتير يعني مشتهية عليها. فاتصلت بماما وقلت لها كيف بتساويها تماما مثل وقت كنا بسوريا ناكلها، بدي تماما مثل طريقتك. انه في طرق كتير بالنت، انا بدي لا الطريقه دي. كانت ماما تساويها وتيتي. اخذت طريقتها المسا قلت لها قطعها مشان تاني يوم يعني وقت هيك على الغدا ساويها لاقيها هيك مقطعه جاهزه. قطعتها مكعبات صغيره، لا في ناس بيقطعوها مكعبات كبيره، بس انا ولادي ولا مره اكلين يقطين، فخفت انه ما اذا طلعت لهم قطعه كبيره ما تعجبهم، فقطعتها هيك قطعه كتير ناعمه. يوم جديد، عندي فيديو بدي منتجه على اللابتوب، فقلت خليني اعمل هيك اجواء حوالي انا عم بشتغل على اللابتوب. قلت خليني ساوي قهوة كمان. هيك على الطاولة جبت الغاز الصغير وعم ساوي قهوة بأمان الله. ما لقيت غير فارة القهوة. هو للصراحة أنا لو ما عم صور ما كانت فارة القهوة، بس لأنه كنت عم بنقل الكاميرا من مكان لمكان وقت بس الزر ما لقيت غير فارة القهوة وما لحقت إني يعني شيلها. فما في مشكلة، شلت الغاز ومسحت وهيك. كثير في عالم بيقولوا لي انه كيف تكوني هادئة انت عم تصوري وهيك تكوني رايقة. شوفوا صبايا، السر بالسماعات اللي انا حاطهم باذاني. انا وعم صور بحط سماعات باذاني وبحط هيك موسيقى هادئة انا وعم بشتغل حتى اكون رايقة، شو ما صار حواليك انا رايقة.
عرفتوا؟ في ناس قالوا لي كيف بتحطي سماعات بإدانك، إنه بركي حدا طن الجرس أو هيك. إيه بسمع، لأنه ببقى منوصل الصوت يعني، فبسمع يعني إذا ندق الجرس أو ندق الباب أو رن التليفون، عرفتوا؟ فإنه عادي يعني. أول خطوة عملتها هي إنه سلقت اللحمة، عندي لحمة شقف حطيتها بطنجرة الضغط. تاني خطوة عملتها إنه بدي اليقطين بدي أقليه. عندي اليقطين شفتوا كتار، فقسمتهم 3 أقسام وحطيتهم بالقلاية الهوائية. نفس النتيجة يعني كأنه عم تقليها على الغاز. إذا ما عندك قلاية هوائية فيك تقليها على الغاز مثل كأنه عم تقلي بطاطا. حطيت اليقطين قسمتها 3 أقسام، كل قسم حطيت فيه زيت نباتي وشوية ملح وهيك حركتهم، بعدين حطيتهم بالقلاية الهوائية يستووا يعني وينقلوا. بعدين تالت خطوة عملت الرز بشعيرية كرمال الأكلة هي يعني بتاكل جنب رز بشعيرية. رابع خطوة جبت اللبن، عندي لبن حطيت له 3 معالق نشا وحطيت له طحينة. هلا شوفوا، شفت عالم كتير بيعملوا هي الأكلة بس ما بيحطوا لها طحينة للبن، بس أنا الصراحة بحبها بالطحينة مثل ما ماما وتيتا كانوا يعملوها. طعمة اللبن كتير طيبة مع الطحينة، فبدي نفس الطعمة فبحط لها شوية طحينة. انت شو بتحبي يعني؟ انا حطيت تقريبا كاسة شاي طحينة. فهيك الطعمة تبعها كتير طيبة. وخلطتهم بالهاند بلندر. هلا هون مثل ما شايفين رح ضل حركهم لحتى يغلوا اللبنات مشان ما يفرطوا. اللحمة حطيتها بطنجرة الضغط 40 دقيقة، خلص راحت داب الذوبان. وبعدين حطيت اللحمة فوق اللبنات وصرت حط مرقة من مرقة اللحمة فوق اللبن لحتى يوصل للقوام اللي بدي اياه. وبعدين حطيت اليقطين يلي ساويته بالقلاية الهوائية وملحت اللبنات على حسب الرغبة. الرز عندي جاهز، حمصت لوز على جنب وصرت حط، مين حابب يحط لوز فوق صحنه بيحط، لأنه عندي ابني الصغير ما بيحب المكسرات. الأكلة كتير طيبة ولذيذة صبايا. اكتبولي تحت بالتعليق إذا بتعرفوا هاي الأكلة، اكتبولي كيف بتعملوها كمان. أنا بعرف في كتير سوريين بيعملوها بس مو بهي الطريقة اللي أنا عملتها، وفي سوريين بيعملوها مثل طريقتي. فاكتبولي تحت بالتعليق كمان لحتى ناخد هيك أفكار من بعض ونتعلم من بعض. اتصلت فيني رفيقتي وخبرتني انه في سيرك قريب علينا حتاخد ابنها عليه، شو رأيك تروحي معي؟ فقلت لها يلا منروح، الولاد بيتسلوا. كتير حلو، في فقرات متنوعة وبيجيبوا آخر شي حيوانات أسد، نمر، ومهرجين. التيكت على حسب وين بدك تقعدي بأي مقعد. اللي قدام بياخدوا 300، ورا 250 يمكن، يلي ورا 150، آخر شي 150. ايه فانبسطنا والله والولاد انبسطوا. هون باليوم التاني بدي اغسل هي السجادة يلي هون حاططها عند البلكون. فكنستها بالاول وبعدين حطيتها بالغسالة. من المطر يلي نزلت من يومين كل الشبابيك اللي عندي والواجهات صار عليها تراب.
فبدي امسحهم يعني. فاجت هي الممسحة بوقتها، انا موصية عليها من صبية اللي دائما بخبركم عليها. فقلت لها بدي من هي الممسحة، كانت عندي بتركيا وكتير بحبها. بعت لها صورتها ووصت لي عليها. لحط لكم رقم الصبية تحت بأول تعليق. اي شيء بدكم اياه هي بتجيب لكم اياه، من ادوات كهربائية لثياب، اي شيء اي شيء، بس بعتوا لها الصورة وهي بتجيب لكم اياه وبتأمن لكم اياه لقدام بيتكم. الممسحة هي صبايا بحبها لانه هي إلها هيك ايد مثل ما انكم شايفين، ايد من جوا. فقد ما كنتي انتي بالطوابق العالية فيكي تمسحي بأمان يعني. تحطي الممسحة من برا وانتي عم تتحكمي فيها من جوا. بيجي معها هيك ممسحتين صغار. الصراحة الممسحتين اللي بيجوا معهم ما كتير ظراف، فأنا بعملهم مثل هيك بليف فيهم هي البلور، بليف فيهم وبعدين بجيب ممسحة تبع البلور أو تبع المراية اللي عندي. هي شايفينها هي الزرقاء، أنا بحبها لأنه هي ما بتخلي أبدا علام. وبحطها فيها وبمسح، فبصير البلور يعني كأنه جديد وعم يلمع لمع ما أحلى. هذا النوع من السجاد أول ما تغسليه طلعيه من الغسالة فورا. هيك اعملي له تسريحة لأنه بده يعذبك إذا نشف. رح يصير الفرو تبعه كتير يعني مبين هيك قديم وكذا. فهو مبلول سرحيه وانشريه برا يعني بس ينشف ترجع السجادة جديدة ما أحلاها. هذا الشومينيه ما عاد شغلته، فمسحته ونظفته حطيته هون بالخزانة اللي بالكريدور. وقلت لحط بداله هدول الفوانيس اللي جبتهم برمضان بس ما يعني ما ضبيتهم، قلت بستعملهم كديكور. البطارية هي صبايا لزقتها هديك المرة بلزق يلي بلزق على الجنبين، بس لأنها تقيلة البطارية فما يعني تضل توقع. فقلت خليني لزقهم بالسيليكون يعني أثبت. حطيتهم هون هيك على جنب، كتير طلع الديكور حلو. بالفيديو القديم وقت شلت زينة رمضان كتير في صبايا قالوا لي انه شيلي بطاريات عن حبل الإضاءة لانه بتنتزع وبيصدوا يمكن. فشلتهم مثل ما قلتولي. هذا الحاف كنت بدي اغسله، فلقيت هيك على طرف انه مشقوق وممزع، فقلت خليني خيطه قبل ما اعمل له هيك غسلة. شايفين هي تبع الالوان يعني موجود كل الالوان الا اللون الحرامي اللي عندي الحاف. فقلت لحط الابيض يعني مشي حالي بالابيض. فدرجته وزبطته وحطيته بالغسالة لأغسله تاني يوم الصبح بعمل له غسلة. لهون بيكون انتهى الفيديو تبع اليوم، بتمنى يكون عجبكم. إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك، اشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.